اهلا بيكم في فيديو جديد من مطبخ رودي ستايل. النهارده هنعمل رز الصياديه بطريقه سهله جدا، حتى لو مبتدئ هتعمليه بكل سهوله وبمقادير كمان بسيطه، والتكات بتاعته مش هتلاقيها في اي حته تانية. بجد تحفه وجميل ولذيذ، وتغيير عن الرز الابيض. زي ما احنا شايفين قد ايه جميل، وهيطلع مفلفل معاكي من اول مره. اول حاجه في حله على النار هنزل بالزيت، والزيت اول ما بيسخن معايا اكون محضره بصله مقطع مكعبات صغيره واحمرها. السر بقى في الرز الصياديه هو تحمير البصله، لانها بتاخد درجه لون معينه. لو زودتيها هتمرر، لو قللتيها هيبقى فاتح وطعمه مش حلو. فانتوا شايفين معايا درجات البصله لما بتتلون. لا انا عايزه اغمق من كده، بس حاولي تكون ما تبقاش غامقه قوي عشان ما تمررش معاكي. هي لها درجه لون معينه، وهوريها لك لما تتلون. ايدينا فيها كده واحنا بنقلبها لحد ما نوصل للدرجة اللي احنا عايزينها. شايفين؟ هي دي اللي انا عايزاها. هحضر بقى طماطمية مقطعة مكعبات وكمان جزراية مبشورة، وهنزل بيها كده تدبل، بس انا مش عايزاها تتسبك ولا حاجة. دي برضو بتديها لون وطعم لذيذ جدا. برضو ايدي فيها وهقلبها. هنزل بقى بالتوابل. عندي الاول معلقه صويا صوص بتديله لون جميل وكمان طعم حلو. لو ما عندكيش عادي ما تحطيش، ممكن تحطي معلقه عسل اسود بدل الصويا صوص. كمان معلقه صغيره قرفه، وكمان معلقه صغيره كمون، ومعلقه صغيره ملح، فلفل اسود وملح. واظبط بقى الملح بتاعه زي ما بتحطي الملح للرز، بس بتقللي شويه طبعا عشان انا الفلفل والكمون ضايفه له ملح. زي ما قلت لكم قبل كده انا بطحن الفلفل والكمون بالملح بتاعه، وبقلبهم كويس كده طلع بس ريحة التوابل. وهنزل بقى بالمية تكون سخنة. المية مقدار الرز. واول ما تغلي لازم المية تغلي كويس في الحركة دي. لو ما غلتش كويس مش هتطلع اللون بتاع البصلة. ما تنزليش اول ما تغلي بالرز، لا سيبيها تغلي غلوتين 3 عشان تطلع اللون بتاعها. وبعد كده بنزل بالرز المصري مغسول ومتصفي كويس، وبنزل بيه زي ما قلت لكم الميه مقدار الرز، يعني بتبقى فوق الرز بعقله صباع كده. واول ما بتغلي معايا كده، طبعا النار عاليه وبتغلي وبتتشرب، اكون محضره بقى الشياطه. بحط الرز عليها ويتشرب كويس، يقعد بقى ربع ساعه. بعد كده بقلبه، وبعد ربع ساعه كمان بعد التقليب هطفي عليه بقى واسيبه 10 دقايق كده، وبعد كده اقدمه. ما تقدميش الرز اول ما تطفي عليه. بجد طريقته جميلة وسهلة وطعمه كمان جميل زي ما احنا شايفين، ومفلفل وحلو، ومن اول مرة هيظبط معاكي. يا رب يكون الفيديو عجبكم والطريقة عجبتكم. واذا عجبتكم الطريقة، لو لسه مش مشتركة في القناة اشتركي وفعلي الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.